إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، ما زلنا مع تلك الوصايا المباركة، الوصايا العشر من سورة الأنعام، وهي آخر هذه الوصايا من قول ربنا جل في علاه: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. يوصي رب العزة والجلال عباده بآخر هذه الوصايا، وهي الوفاء بالعهد، وهي الوفاء بعهده الذي عاهدوا عليه ربهم تبارك وتعالى، وهو ذلك الميثاق العظيم الذي أخذه رب العالمين من ذرية آدم لما أخرجهم من صلبه كالذر. قال الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أخذ الله الميثاق من ظهر آدم فأخرج من صلبه
كل ذرية ذرأها أي خلقها فنشرهم بين يديه كالذر وهو النمل الصغير، ثم كلمهم قبلا ليس بينه وبينهم حجاب. قال ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا أفتهلكنا بما فعل المبطلون. رب العزة والجلال أخذ العهد على بني آدم، العهد على أن يوحدوه وأن يعبدوه وحده لا شريك له. رب العزة والجلال خلقهم على هذه الفطرة، خلقهم على هذا التوحيد، مصداقا لقول النبي الكريم: كل مولود يولد على الفطرة، فوالداه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. والداه يؤثرون في عقيدته وفي دينه وفي توحيده وإخلاصه لربه تبارك وتعالى، ولو ترك على حاله لبقي موحدا حنيفا على فطرة الله تبارك وتعالى التي فطر الناس عليها. وروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه أن الله تبارك وتعالى قال: إني خلقت عبادي حنفاء، أي على الحنيفية، على ملة إبراهيم عليه السلام، على التوحيد الخالص لله تبارك وتعالى. قال: فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم، كانت سببا في فساد دينهم وفساد معتقدهم وضلالهم، لأن التوحيد يقابله الشرك بالله جل وعلا. ولما كان التوحيد هو أعظم ما تعبد الله عز وجل به العباد، وهو حق الله تبارك وتعالى عليهم، كان الشرك بالله جل وعلا هو أعظم الذنوب وأكبر الكبائر وأشد الموبقات وأخطرها عند الله تبارك وتعالى. وجب على المسلمين جميعا أن يحذروه وأن يبتعدوا عنه، عن صغيره وكبيره، عن ظاهره وخفيه، وأن يحققوا التوحيد الخالص لله كما أمروا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. رب العزة والجلال أمر بالوفاء بعهده، وهو أعظم العهود على الإطلاق، وهو أغلظ المواثيق، لا ميثاق من مواثيقنا يدانيه أو يقرب من منزلته عهد الله تبارك وتعالى. وما أدراك ما عهد الله؟ أن يستقيم العباد على مراده تبارك وتعالى، أن يستقيموا على مراده فيما يعتقدون وفيما يفعلون وفيما يقولون، أن يحكموا شريعة الله على أنفسهم وعلى ذويهم وعلى من حولهم جميعا. بهذا أمرنا ربنا تبارك وتعالى، وعلى هذا عاهدناه
جل في علاه وأعظم الخيانة وأشد الغدر أن يخون العبد هذا العهد، أن يخون العبد ربه تبارك وتعالى بعد أن أخذ العهد والميثاق أنه يوحده وأنه يعبده، أن يكفر بدينه وأن يعرض عن أنبيائه وأن يكذب بكتبه وأن لا يقيم لشريعته وزنا، أن لا يستقيم على أوامره وأن لا يحلل ما أحله ويحرم ما حرمه. وهذه هي المحادة لله ولرسوله، وهي التعدي لحدوده. تلك حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. وأمرنا ربنا جل وعلا بالوفاء بالعهود كلها والمواثيق جميعها، وأن لا نغدر أو نخون في واحد منها ولو كان مع أعدائنا، ولو كان مع من هو على غير ملتنا. يقول الله جل في علاه: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما جاء في الصحيح أنه قال: قلما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. لا أمانة لمن لا أمانة له. رب العزة والجلال أمر بأداء الأمانات. رب العزة والجلال جعل هذا الدين دين أمانة ودين وفاء. من كان على هذه الملة وعلى هذا الدين العظيم يجب أن تظهر عليه هذه الأخلاق وهذه المكارم وهذه الآثار الطيبة التي هي من مقتضيات إيمانه. ولا دين لمن لا عهد له، لا دين مستقيم، ولا دين كما يحبه الله جل وعلا لمن ضيع هذا الأمر وأهمل هذا الواجب وغدر بعد أن عاهد وخان بعدما أعطى الميثاق. ولما كانت السعادة في الدنيا وفي الآخرة أو أن يوقى المرء شقاء الدنيا فيها، كان من دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام الذي رواه الإمام الحاكم في مستدركه وكذا النسائي وابن ماجه بسند حسنه الشيخ الألباني عليه رحمة الله من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن من دعائه: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئس البطانة. نعوذ بالله تبارك وتعالى. فالجوع ضياع في الدنيا، والخيانة ضياع في دين المرء. نعوذ بالله من أنواع الضياع كلها. وصف الله جل وعلا عباده المتقين بتلك الصفات الكريمة التي من أجلها استحقوا هذا الوصف: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون.
أمر الله جل وعلا بالوفاء بالعهود كلها، وأكد على ضرورة ووجوب أداء تلك المواثيق التي عقدها الإنسان، والوفاء بتلك العقود التي تعاقد عليها. قال الله عز وجل: وأوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود التي تعاقدتم بها مع غيركم. هذا الوفاء الذي من آثاره الطيبة ونتائجه المباركة، وأول هذا الوفاء في العهد مع الله تبارك وتعالى، حيث قال رب العزة والجلال: وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. الله عز وجل يعدنا بالوفاء بعهده لنا، وعهده لنا أن يدخلنا جنته إن نحن أدينا الذي علينا وقمنا بواجبنا. قال الإمام الطبري عليه رحمة الله: وعهده إياهم أنهم إذا فعلوا ذلك أدخلهم الجنة، أي أدخلهم الله تبارك وتعالى جنته. هذه الجنة التي جعلها الله تبارك وتعالى دارا للأبرار، على رأسهم أنبياء الله جل وعلا ورسله الكرام. هذه العهود ما أكثرها في حياتنا. العقد الذي بينك وبين زوجتك يا عبد الله هو عهد من هذه العهود. عهدك إليها أن تحسن إليها وأن لا تظلمها، امتثالا لأمر ربك جل وعلا فيها، وامتثالا لقول نبيك عليه الصلاة والسلام، حيث قال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وكيف يسيء من أخذ عهدا بمثل هذه الدرجة وميثاقا قال فيه ربنا تبارك وتعالى: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. من هذه العهود والمواثيق، هذه المعاملات التي نتعامل بها مع بعضنا، من هذه الشراكات أو من هذه العقود المتنوعة، من هذه العهود، تلك العهود التي يستحلف عليها أصحابها، والذين يوصفون بعد ذلك بالمحلفين، سواء كانوا من القضاة أو من رجال الأمن والجيش أو من الأطباء. هذه كلها عهودهم ومواثيقهم، لا يجوز لهم بحال من الأحوال أن يخونوا فيها أو أن يغدروا، وهذا امتثالا لأمر الله أولا قبل أوامر المخلوقين. هذه العهود التي أخذها من أخذها من أسلافنا في بلدنا هذا، لما قاموا قومة رجل واحد ضد ذلك المستعمر الغاشم الكافر بالله تبارك وتعالى، الذي جثى على أرضنا وبلادنا أكثر من قرن من الزمان، يأكل من خيراتنا ويظلم أهلنا ويسفك دماء بعضنا وينتهك أعراضنا. قاموا قومة رجل واحد وتعاهدوا فيما قاموا عليه جهادا في سبيل الله تبارك وتعالى أن يعيدوا لهذا البلد سيادته. ومما جاء
في ميثاق أول نوفمبر قولهم إقامة الدولة الجزائرية الديمقراطية الاجتماعية ذات السيادة ضمن إطار المبادئ الإسلامية. فهل هي كذلك؟ فهل هذا العهد ما زال أصحابه أو من جاء بعدهم وقد قضى نحبه من قضى من رجال أبطال أفذاذ ضحوا بأغلى ما يملكون في سبيل الله تبارك وتعالى لأجل أن ينعم أبناؤنا بما ينعمون به اليوم بهذه السيادة؟ ولكن هل هذه السيادة على وفق المبادئ الإسلامية؟ هل هذه السيادة تحاكمنا فيها إلى شرع ربنا تبارك وتعالى فأحللنا الحلال وحرمنا الحرام، أم أنه خلاف ذلك؟ إذا كان خلاف ذلك فهو نقض للعهد وخيانة للأمانة. نسأل الله جل وعلا أن يجيرنا. لا ينبغي لنا أن نتغنى بثورتنا، ولا ينبغي لنا أن نتغنى بعدد شهدائنا، ولكن الواجب علينا أن نفخر بوفائنا أو بعدمه، بوفائنا لأولئك الرجال الذين عاهدوا الله تبارك وتعالى على ما فعلوه إرضاء له وفي سبيله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم شهداءنا الذين كتب الله جل وعلا لهم هذه الشهادة، وأن يرفع مقامهم في عليين، وأن يلحقهم بالصالحين. فيا عباد الله، إما وفاء وإما خيانة، إما وفاء بالعهد وإما نقض له وغدر وخيانة. ولا يجوز لمسلم أن ينقض عهدا عاهد به غيره ولو كان عدوا. واسمع إلى حديث حذيفة بن اليمان أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابي الجليل الذي غاب في غزوة بدر الكبرى وما حضرها، والكثير منا لا يعلم ذلك ولا يدري عن سببه. هذا السبب يرويه حذيفة رضي الله تعالى عنه كما جاء في الصحيح. قال: خرجت أنا وأبي أبوه حسين رضي الله تعالى عنهما نريد المدينة، فأوقفنا مشركو مكة وقالوا: تريدون محمدا؟ قال حذيفة: قلت: بل نريد المدينة. فأخذوا عليه العهد ألا يقاتل مع محمد، فعاهدهم على ذلك. ولما كتب الله جل وعلا أجره في هجرته وجاء موعد بدر واستعد الصحابة للخروج فيها، جاء حذيفة وقص قصته على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كان من نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيد الأوفياء وإمامهم إلا أن قال له: انصرفا نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. ما أخذهما في غزوة بدر وأمرهما أن ينصرفا. لما؟ وفاء بالعهد، عهد عاهدوا عليه أعداءهم كفار قريش. ولكن لما كان عهد النبي صلى الله عليه وسلم
التزمه وأمر أصحابه بالوفاء به. ولهذا ما يصيبنا من بعض هذه المصائب إلا أن من بين أسبابه هو نقضنا للعهود والمواثيق، كما صح هذا عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما نقض قوم العهد إلا سلط عليهم عدوهم. يسلط الله جل وعلا علينا أعداءنا بسبب مخالفتنا وبسبب نقضنا لعهودنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للوفاء بالعهود كلها، وأولها وأعظمها العهد الذي عاهدنا عليه ربنا جل في علاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.